إذا أنت طبيب أسنان وكل شهر تبدل تورباين، يوم يذب مي تورباينك يوم ما يذب مي، كل فترة يعطل بحيث حاط واحد اثنين احتياط إله، دا يخربطك وما تعرف شنو اللي دا يصير بهالتورباين هذا. فهذا الفيديو لك. مرحبا، وياكم دكتور يوسف فؤاد بحلقة جديدة من برنامج راكي دنتال ماتيريال. حلقتنا اليوم راح نحكي على واحد من أهم الديفايسات الموجودة بالعيادة اللي هي التورباين. وطبعا التورباين إلى اسم ثاني اللي هو الهاي سبيد هاند بيس. من تقرون بالتكست بوك، من تقرون بالارتكلز، ما راح تلقون شيء اسمه تورباين، راح تلقون هاي سبيد هاند بيس اللي هو المقصود به التورباين. زين، نريد نجي على طريقة عمل التورباين. طريقة عمل التورباين بسيطة، تعتمد على الضغط الهواء اللي راح يجي من جهاز الكمبريسر. هذا الضغط الهواء اللي راح يجي راح يدور يعني اشياء موجوده بالهيد مال التورباين، راح تنتج لنا هاي الحركه الدورانيه اللي راح تخلي البير يفتر، وراح نسوي عمليه الدريلينج او اي بروسيجر كان. زين، اكو 6 اخطاء هاي راح نسويها راح تؤدي انه هذا التورباين راح يعطل. نبدي باول خطأ رقم 1: اهمال التزييت. التزييت شغلة كلش ضرورية بعمل التورباين، بما انه احنا قلنا عمله ميكانيكي راح يعتمد على ضغط الهواء وعلى الدوران، فنحتاج شيء يسهل عملية الدوران. التزييت هو الشغلة اليومية اللي راح تسويها حتى تسهل عملية الدوران وتتجنب انه عطل التورباين. زين، شلون راح نسوي هاي العملية؟ هاي العملية راح نسويها ما تطول من عندنا دقيقة واحدة. راح نرش مادة التزييت. بطل التزييت طبعا يعني كلش رخيص. راح نزيت التورباين وراح نشغله لمدة 10 ثواني. ليش بدنا نشغله 10 ثواني؟ حتى نضمن انه مادة التزييت راحت لكل اجزاء التورباين. هاي الشغلة تسويها يوميا بعد انتهاء عملك بالعيادة، راح تضمن عمر طويل للتورباين. واذا يعني كنت تتعاجز انه تفتحه او ترجعه، اكو جهاز خاص للتزييت. هذا الجهاز راح تحط به التورباين، راح تحط مادة التزييت وهو راح يشغله 10 ثواني وتضمن انه مادة التزييت وصلت لكل التورباين. نجي على خطأ رقم 2 اللي هو الكاليبريشن مال ضغط الهواء. طبعا هذا الخطأ هو يعني اعظم خطأ، يعني كل هذني الاخطاء بشفة وهذا الخطأ بشفة ثانية. هذا هو اغلب اسباب عطل التورباين يكون سببها هذا الخطأ. التورباينات الموجودة عندنا بالسوق كلها تشتغل على ضغط هواء من 2.2 الى 2.5. خلينا نقول 2.5، مو اكثر، لان اقل مو مشكلة، راح يقل يعني كفاءة التورباين بس ما راح يتأذى. بس اكثر لا، هنا مشكلة. من نشتغل المعيار موجود عندنا بجهاز التري. بجهاز التري اكو هيجي فد طالعه فد مؤشر خاص. اثناء ما ندوس احنا شايلين التورباين وندوس على الفوت سويتش راح يوصل الجيتش الرقم معين. هذا الرقم هو معيار الضغط الخاص بالتورباين. اذا شفتوه فوق ال 2.5 فهذا الشيء راح يضر التورباين، لان التورباين ما يتحمل انه يشتغل فوق ضغط 2.5. اكو اطباء يزيدون المعيار فوق ال 2.5 حتى يخلون التورباين يشتغل بسرعه يعني اكثر. هذا الشيء راح يزيد السرعه بس بنفس الوقت راح يقلل لنا عمر التورباين. فنصيحه دائما كل فتره انتبه على المعيار، ايش قد راح يأشر، خلي 2.5 او اقل، دير بالك يكون اكثر. هاي غلطه كلش كبيره. نجي على الشغله الثالثه اللي هي تعقيم التورباين. اكو ناس هوايه يعقمون التورباين بالاوتوكليف. بالنسبه للتعقيم هالشي صح، بس بالنسبه للمحافظه على التورباين هالشي غلط. ليش؟ لان تعقيم التورباين بالاوتوكليف راح يعطل لنا اللايت مال التورباين، وهوايه لايتات مال التورباين تعطل بسبب الاوتوكليف. فاذا تريدون تعقموا ممكن تمسحوه بكحول يعني او بليكويد ثانيه خاصه للتعقيم، بس تجنبوا انه تعقموه بالاوتوكليف. نجي على خطأ رقم 3 اللي هي استخدام المي العادي بالتورباين. التورباين بيه فتحات كلش صغيره تذب لنا مي على مود التبريد، لان احنا نعرف دوران البير راح يسوي لنا هيت جنريشن، فنريد نبرده بالمي. زين، التورباين بيه فتحات كلش صغيره، هاي راح تذب المي.
زين احنا لازم نستخدم هنا ديستلد ووتر، ما نستخدم المي العادي. ليش؟ لان الديستلد ووتر مي خالي من الاملاح. اما المي العادي بنسبة املاح عالية، هاي بمرور الوقت اذا تترسب بداخل هاي الانابيب الصغيرة راح تتكلس وراح تسد المي، وهنا راح يصير عندنا مشكلة انه راح ينسد المي، تشوفون المي يقل الى ان ينسد اثناء ما تستخدمون التوربين، ويعني هذا واحد من العطلات اللي تواجهنا بالتوربين. نجي هسه على الخطأ رقم 5 اللي هو سقوط التوربين، اللي هو التوربين مرات اثناء ما نزيته، اثناء ما نشتغل يفلت من ايدنا يوقع. هذا راح يؤدي انه الهيد مال التوربين اذا وقع على الهيد راح ينبعج شويه. هذا الانبعاج القليل راح يؤدي دوران الاجهزه اللي داخل التوربين بصوره غير نظاميه، يؤدي الى عطل التوربين. فانت اول ما يسقط من عندك اذا حسيت انه بانبعاج صغير، حاول انه رأسا توديه للمصلح يحلك المشكلة، لا تستخدمه، لان انت اذا استخدمته راح تشوفه يشتغل بس ورا يوم او يومين او فترة قصيرة راح يعطل عندك التوربين. نجي على الخطأ رقم 6 اللي هو استخدام السلايفا اجكتر او السكر الخاص بالتشير مع استخدام التوربين. الضغط مال الهواء جاي للتشير، ضغط الهواء راح يتوزع اثناء ما انت تستخدمهن اثنيناتين، راح يتوزع بين السلايفا اجكتر وبين التوربين، وهاي راح يؤدي انه خلخله بالعمل، راح تشوف التوربين كفاءته تقل لان جايه ضغط اقل، اضافه الى هذا التغير بالضغط اللي راح يصير ممكن يؤدي لك انه يعطل التوربين. فنصيحه اذا تريد تستخدم السلايفا اجكتر الخاص بالسكر شنو؟ اذا تستخدم السلايفا اجكتر او السكر الخاص بالتشير، فيا اما انت ما تستخدم التوربين، يا اما خلي لك خارجي واستخدمه اثناء، يعني سلايفا اجكتر خارجي جهاز واحده تستخدمه مع التوربين على راحتك. هاي الست اخطاء اللي يوقع بها طبيب الاسنان ويؤدي الى انه عطل التوربين. اذا تجنبت هاي الست اخطاء ومع هذا هم عطل التوربين، فهنا أنا يعني اعتذر منك، انت التوربين اللي مشتري كلش نوعيته مو زينه. يعني غير هاي اضمن لك انه التوربين راح يعمر وياك سنين مهما كان المنشأ مالته. نجي هسه على البراندات المشهوره عندنا بالسوق العراقي للتوربين. عندنا شركه WH وعندنا NSK. هذني توربينات كفاءتهم كلش عاليه، ويعني مشهودة لهن انه يبقى ويانا سنين، بس هن مو معناته انه لازم ما نتجنب هاي الاخطاء الستة اللي ذكرناها. بس كل ما هنالك انه اذا سوينا كم خطأ ممكن تتحمل ما تعطل رأسا مقارنة بالنوعيات التجارية اللي موجودة، بس مو معناتها ما تعطل. هم لازم نزيته، هم لازم نتجنب سقوطه، هم لازم نحدد المعيار مال الضغط والى اخره من هاي الشغلات. فهو مجرد راح يعطيك مدة اكثر، بس مو معناتها ما راح يعطل، لا هم راح يعطل. وهم اذا ما يعني تجنبت انه خطأت هاي الاخطاء، هم يعني راح يجي يوم ويعطل. فنصيحة اتبع وتجنب هاي الست اخطاء اللي حكينا بيها. وبالنهاية اذا عجبتك الحلقة سوي لايك وسوي سبسكرايب وفعل الجرس حتى تجيك الحلقة اول باول، وسوي شير لهذا الفيديو حتى نقلل من اخطاء او نقلل من عطلات التوربين. كان وياكم دكتور يوسف فؤاد بحلقة جديدة من برنامج عراقي دنتال ماتيريال. وطبعا ورا ما تجنبت هاي الست اخطاء، اشتاقيت لاحمد البغدادي المصلح مال التوربينات، كنت كل شهر اني يمه فعلا.